السمبوسة من أهم المقبلات على سفرة رمضان. هقولك ازاي تعملي الكمية دي كلها وأسهل طريقة للفة السمبوسة. اللهم بارك، مقرمشة وتحفة جدا. وهقول لكم كمان على حشوة بجد رهيبة، متأكدة هتعجبكم جدا. شايفين جمالها؟ وهقولك ازاي تلفيها بكل سهولة وبساطة وتحفظيها لرمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ولايك وشير وكومنت حلو جميل زي قلوبكم. اول حاجة، في طاسة عندي على النار نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، ونزيل عليها بمعلقة من الدقيق. شوحيها كده لحد لما الدقيق يتحمص مع السمنة. بعد كده انزلي عليها بكوباية من الحليب، وابدأي قلبيهم مع بعض بالشكل ده كأننا بنعمل بشاميل بالظبط. وكمان نزلت عليهم برشة من الملح وكوباية من الجبنة الموتزاريلا، أي نوع جبنة. قلبي كويس جدا لحد الجبنة لما تدوب تماما وتختلط مع البشاميل بالشكل ده. ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء، بتودي الطعم في مكان تاني خالص. ودي الحشوة الخطيرة اللي قلتلكوا عليها، بجد طعمها تحفة جدا. تاني حشوة اللحمة المعصجة اللي عملتها معاكم قبل كده، والجبنة الكريمي اللي عملناها من الجبنة القريش. وطبعا عندي معلقة من الدقيق دوبتها بمعلقة من المية علشان نلزق بيها. وابتديت احشي السمبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهلة جدا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بتبدأي تلفيها بالشكل ده وتقفليها بالدقيق، او تقفليها كأن جيب كده بالظبط، وتدخلي طرف السمبوسة في نفس القطعة بالشكل ده. وبرضو تلزقيها عشان تتأكدي انها ما تفكش منك اثناء التحمير. عايزة اقول لكم التلات حشوات احلى من بعض حرفيا. كمان حشوة الجبنة القريش اللي عملناها كريمي دي في مكان تاني خالص. واللحمة المفرومة اللي عصقتها معاكم قبل كده برضو طعمها في منتهى الجمال والروعة. اعملوا الكمية كلها واحفظوها محشية بالشكل ده، بتسهل عليكم الوقت وبتكون سهلة وسريعة جدا وطعمها ولا أروع. جربوا الحشوة اللي عملتها معاكم دي، هتعجبكم جدا. شايفين اللفة؟ أظن الصورة واضحة. ممكن تلفيها كده على البلانشة، مفيش أي مشكلة وما بتاخدش معاكي أي وقت. مع الاستمرار ايديكي هتاخد على اللف. في زيت سخن ابتديت احمرها بالشكل ده، ما بتاخدش اي وقت في التحمير وبتكون مقرمشة وتحفة جدا. اللهم بارك، طعمها في منتهى الروعة. طبعا رصيتها في اطباق بالشكل ده. ده شكلها، سامعين صوت القرمشة؟ تحفة جدا. الجبنة سايحة والحشوة طعمها لذيذ لذاذة. ودي اللي باللحمة بجد في منتهى الروعة. بغلفها بالاكياس وبكتب عليها بالشكل ده وبحفظها في الفريزر. جربوها بنفس الطريقة، متأكدة هتعجبكم جدا.